السلام عليكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. مع حضراتكم مهندس علام احمد، دعم فني شركه شورى للكيماويات. ان شاء الله النهارده احنا متواجدين في منطقه الحمول. بنقدم لحضراتكم احد المركبات الفطريه الحيويه المسجله في وكاله حمايه البيئه الامريكيه انه امن على البيئه، وهو مركب بايو كنترول تي 34. بايو كنترول تي 34 معدل الاستخدام بتاعه بيستخدم معدل 85 جرام لكل 100 لتر ميه. النهارده احنا متواجدين في محصول القراويه في مرحله التزهير. اهم الامراض اللي بتصيب محصول القراويه في مرحله التزهير هو فطر الفيوزاريوم وفطر الارترناريا اللي هي لفحه القراويه. لفحه القراويه اعراضها ان بتبدا الاوراق تتحول الى اللون البني وتاخد الشكل المنجلي، وايضا السيقان بتبدا يبقى فيها بقع بنيه صغيره الحجم. مع تقدم الاصابه بتتحول الى اللون الاسود وبيؤدي الى موت النبات بالكامل. عشان كده احنا كشركه شورى للكيماويات، طبعا محصول القراويه محصول اقتصادي ومحصول استراتيجي في جمهوريه مصر العربيه، فاحنا بنقدم لحضراتكم بايو كنترول تي للقضاء على اعفان الجذور وموت البذرات، وايضا لفحه الكمون ولفحه ازهار القراويه. بالاضافه ان المركب ده ايضا بيستخدم في مكافحه العفن الرمادي في محصول الخيار والعفن القطني. بالاضافه ان هو طبعا بيستخدم ايضا في مكافحه لفحه البوتوريتس او لفحه الاسيموفيليوم في البصل، بالاضافه لاعفان الرقبه في البصل. فالمركب بيكافح مجموعه كبيره جدا من الامراض الفطريه، كونه طبعا ان هو مركب حيوي 100% امن. يعني حضرتك ممكن ترشه على محاصيل الخضار وتاكل تاني يوم مفيش ادنى مشكله، البي اتش اي بتاعه صفر. برضو عايز اوري لحضراتكم اعراض لفحه القراويه. زي ما حضراتكم شايفين كده تبدا الاوراق تتحول الى اللون بقع بنيه على الاوراق، تبدا الاوراق تاخد اللون المنجلي. مع تقدم الإصابة اللون البني ده بيبدأ يتحول إلى اللون الأسود وبيحترق النبات بالكامل وبيؤدي إلى خسائر فادحة في محصول القراوية. فاحنا عشان كده احنا شركة شورى للكيماويات دايما تدعم المزارع المصري وتقدم له أفضل المركبات الفطرية عشان يحمي زرعه ويكون زرعه في أمان. أيضا المركب عند رشه على المجموع الخضري على النبات بيؤدي إلى رفع صفة المقاومة الجهازية لدى النبات، ان هو بيجعل النبات قوي فسيولوجيا يقاوم العديد من الامراض الفطريه. المركب معدل استخدامه 85 جرام لكل 100 لتر ميه، هتاخد نتيجه محترمه جدا، حمايه محترمه جدا، امن على المحصول، امن على المحاصيل التصديريه. برضو عايز اوريك اللفحه للمره الثانيه. ده حضرتك احنا في مرحله التزهير، تبدا اللفحه بقع بنيه صغيره اللون على الاوراق مع ذبول الاوراق، تاخد الاوراق الشكل المنجلي. مع تقدم الإصابة بيتحول النبات بالكامل إلى بيحصل له عملية ذبول وبيتحول إلى اللون الأسود وبيؤدي إلى خسارة فادحة في المحصول. أيضا لفحة القراوية من أضرارها إن هي بتؤدي إلى فشل عقد البذور، حتى لو اتكونت بيحصل لها ضمور. يعني إما الأزهار بيتم عملية حرق في الأزهار مع تقدم إصابة الالترناريا أو لفحة القراوية، يا إما لو اتكونت بيحصل ضمور في البذور وبرضه بيؤدي إلى خسائر فادحة. أتمنى إن أنا قدرت أكون أفدت حضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. ومركب بايو كنترول تي 34 زرعك في أمان. تجربة عملية لمركب بايو كنترول تي. احنا عملنا عملية المعايرة اهو في الجردل، وان شاء الله باذن الله هنبتدي الرش على طول. اتفضل يا عم يوسف كمل بقى، انقل بقى الموتور كمل، اتفضل اشتغل. عايز ابشر ده بقى الجو ده.
هنبدأ بقى إن شاء الله عملية الرش أهو. تحياتي لحضراتكم. باي كنترول فيه معدل استخدام 85 جرام لكل 100 لتر ماء.